السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تمرن عضلاتك مرن دماغك. تابعونا. يساعدك التمرين الجسدي الصارم في أن تحافظ على لياقة بدنية عظيمة، وكذلك عقلك يحتاج إلى تمرين عقلي للمحافظة على لياقتك العقلية. فقد لاحظ الخطيب الروماني شيشرون قائلا: إذا انعدم توازن العقل كما هو الحال مع الجسد فمن المستحيل أن تكون الصحة سليمة. وبعبارة أخرى، إن عقلك كجسدك تماما يحتاج بانتظام إلى تمرين جيد. تظهر الدراسات أن دماغك سيخسر قدرته على الاستجابة للتحديات الجديدة وتعلم أمور جديدة في المستقبل إذا لم تمرنه كما يحتاج. كما تشير نتائج الدراسات الحديثة إلى أن إبقاء الدماغ نشيطا ومنشغلا ودائم التعلم يساعد على إطالة عافيته وقدرته على العمل بشكل ملائم. والتحديات الفكرية لن تبقي عقلك متمتعا باللياقة فحسب، بل تستطيع أن تساعدك كي تمنحه لياقة أفضل من أي وقت مضى. فمع الوقت ستتدهور لياقتنا البدنية تدريجيا مهما بذلنا من مجهود لنحافظ عليها، إلا أن عقلنا يستطيع الاستمرار بالنمو والتمتع بلياقة أكبر تدريجيا. ويقول الخبير في الدماغ البشري توني بوزان أنه يمكن لذاكرات البشر أن تتحسن في السنوات التي تلي أربعينياتهم وخمسينياتهم إذا أخذوا وقتهم للاستفادة من أدمغتهم. ويؤكد أنه كلما تعلمت أكثر ازدادت حدة ذاكرتك مع الوقت، وهذا يعني أن ما من سبب يمنعك من إتقان لغة جديدة أو تعلم التاريخ الكامل البحرية في ستينياتك أو سبعينياتك، فكل ما يتطلبه الأمر هو الرغبة والدافع لتحقيق الأمر. السلام عليكم.